اعمل بيضه ولا بيضتين؟ دي مشكله جات لي من عروسه جديده، وكان جوزها طالب منها ان هي تعمل عشاء تاني يوم من جوازهم. طلب منها ان هي تعمل له البيض، وطبعا كان الطبيعي ان هي تدخل على المطبخ وتعمل صينيه جميله وتطش البيض، وهي ساعتها طشت بيضتين. دخلت على جوزها وقالت له هو العشاء اتفضل. قال لها انت عملتي كام بيضه؟ قالت له انا طشيت بيضتين. قال لها بيضتين بحالهم؟ دول ياما قوي عليا، انت كده مسرفه جدا، وانت كده هتتعبيني في حياتي. يعني معنى كده ان انا كل ما اطلب منك اكل هتعملي اكل بكميات كبيره. قعدت طول الليل حزينه ومش عارفه في ايه. هو جوزها اتهمها ان هي مسرفه لمجرد ما هي عملت بيضتين. تاني يوم طلب منها عشاء تاني. هنعيد بكره يا عم سعيد. قول يا رب ان شاء الله. تاني وطلب منها بيض تاني. فقالت لا انا هظبط بقى الدنيا وبلاش الاسراف ده وشويه الحاجات اللي حطيتها مع العشاء، لا انا هعمل له بيضه واحده كده انا هطلع قدامه مش مسرفه. دخلت عليه بالصينيه اللي فيها بيضه واحده وسالها انت عامله كام بيضه؟ قالت له بيضه واحده المره دي. قال لها بيضه واحده؟ هاكل بيضه واحده؟ ينفع كده؟ لا ده انت باين عليكي خارجه من بيت كله بخل ومش عارفه اساسا احتياج واحد زيي في سني هياكل قد ايه. بكده بقى هو خلاها محتاره، لا هي عارفه تعمل بيضتين ولا عارفه تعمل بيضه، لا كده عاجب ولا ده كده عاجب. فاستنت تالت يوم وطلب منها برضو ان هي تعمل عشاء تاني، وقالت له ساعتها انت عايز كام بيضه بقى؟ قال لها هو انت مش عارفه تقيمي؟ بقى معقول واحده في السن ده مش عارفه تقيم؟ امال انت ازاي هتدوري البيت ده وهتبقي ست بيت؟ مش عارف تحل مشاكلك. عارفين ان المشكله دي جات لي بكذا طريقه، مش موضوع البيض ده بس. حسيت فيه ان احنا ساعات بنكون عايشين مع مرضى نفسيين واحنا مش حاسين، وللاسف بنفقد الثقه في نفسنا، والاشخاص اللي قدامنا دول بيحسسونا ان احنا اللي غلط. لا احنا مش غلط ولا حاجه، ولا تفقدوا الثقه بنفسكم ولا حاجه. عايزاكم تكونوا تتعاملوا مع الاشخاص دي بكل حكمه، وتعرفوا ان انتوا اللي صح وهم اللي غلط. وعلى فكره بقى اي زوج بيتعامل مع زوجته بالطريقه دي انت كده للاسف ما عرفتش تنفذ وصيه رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام: استوصوا بالنساء خير، وما اكرمهن الا كريم، وما اهانهن الا لئيم.